الجزء اللي بعد كده start smart، ابدأ بذكاء. هنحل مع بعض complete the following dialogue، هنكمل مع بعض الديالوج. واحنا زي ما اتعودنا قبل ما ابدأ في حل اي ديالوج لازم اقرأ بعناية عنوان الديالوج. هنا بيتكلم عن ايه؟ ليلى asks هاني about his weekend activities. ليلى بتسأل هاني عن الأنشطة اللي عملها في أجازة الأسبوع، أجازة نهاية الأسبوع. تمام؟ فكده الحوار ما بين ليلى وهاني. ليلى بتقول لهاني هاي هاني what your weekend، كيف كان أجازة أسبوعك؟ أجازة الأسبوع نهاية الأسبوع. فليكن مثلا إيه هنقول، عشان هنا الإجابة مفتوحة، نقول مثلا إيه وليكن it was great أو it was amazing. أي إجابة من دول مسموح بيها عادي. it was great أو it was amazing، it was good، it was wonderful. دي كلها إجابات محتملة لحاجة زي كده وكلهم صح. في بعد كده what did you do on Saturday، أنت عملت إيه بالظبط يوم ده؟ السؤال دوت في الماضي. لو احنا ركزنا بعد كده هتلاقوا في الآخر كده بيقول لك هنا إيه I played football with my friends in the park، أنا لعبت كرة قدم مع أصحابي في الحديقة. فكده بالتالي هو عمل يوم السبت اللي فات أكيد لعب كورة مع أصحابه. تمام؟ فأنا هقول هنا إيه، وعشان زمن جملة في الماضي فزمن الجملة اللي هنكتبها دلوقتي إيه؟ هقول I played football. تمام؟ عاوز اقول with my friends مفيش مشكلة، دي يعتبر ايه إجابة تكميلية اللي انا بقوله. في بعد كده ليلى سألته سؤال، إجابته I played football with my friends in the park، أنا لعبت كرة قدم مع أصحابي في الحديقة. في هنا أكتر من سؤال محتمل للإجابة دي. ممكن أقرب سؤال في الحالة ديت نقول وليكن where did you play football، أين لعبت كرة القدم؟ هتبقى الإجابة مثلا إيه in the park في الحديقة. Did you win the match، هل أنتوا فزتوا بالمباراة؟ طبعا إيه أكلنا بيتزا وشربنا إيه كولا. تمام كده؟ معنى كده إنهم كانوا إيه كانوا انبسطوا بتاع، فكده معناهم إيه إنهم فازوا في الماتش. تمام؟ في الغالب يعني أكيد يعني مش هيخسروا الماتش وبعد كده إيه يحلوا وياكلوا ويظبطوا نفسهم، لأ. فنقول مثلا إيه الإجابة تبقى إيه yes we did، عشان السؤال هنا إيه بدأت yes we did، نعم لقد إيه فزنا. في بعد كده سألته سؤال إجابته yes we had pizza. yes يبقى السؤال هنا إيه؟ السؤال هنا فعل مساعد في زمن الماضي، وأنا متعود في زمن الماضي البسيط بسأل بحاجة اسمها إيه did. تمام؟ هتبقى did you مثلا إيه have anything، did you have anything there، هل انتوا كلتوا حاجة هناك؟ تمام كده؟ تبقى الإجابة إيه؟ نعم أكلنا بيتزا وإيه وشربنا كولا. هذه هنا معناها يتناول أو يشرب. تمام؟ تيجي مع الاتنين يعني عادي. الجزء اللي بعد من كده read the following text then answer the question، اقرأ التكست دوت النص دوت بعناية. تمام كده؟ بعد كده نجاوب على الأسئلة اللي جاية بعد كده. هنا بقول لي إيه؟ The Sahara Desert is the largest hot desert in the world، بمعنى الصحراء الكبرى تعتبر أكثر صحراء حارة في العالم كله. It covers most of North Africa and is about 9 million square kilometers، بتغطي معظم شمال أفريقيا، مساحتها حوالي إيه 9 مليون كيلومتر مربع. The weather there is very hot during the day and cold، بمعنى الجو هناك حار جدا أثناء النهار. كلمة دي هنا معناها يوم، معناها النهار. and cold at night، وبرد بالليل، يعني جو حر بالنهار وبرد إيه في الليل. There is little rain so not many plants can grow، بمعنى هناك مفيش أمطار كتيرة، أمطار هناك إيه قليلة جدا، وعشان كده معظم او مفيش نبات كتير ايه بتنمو هناك بسبب ندرة الايه مياه الامطار، فبالتالي ايه في ندرة في الغطاء النباتي اللي هناك. في بعد كده however some people live in the desert they are called Bedouins، برغم من كده برغم ان الحياة هناك ايه قحلة هناك والدنيا ايه يعني مش انسب حاجة يعني، برضو في بعض الناس عايشة في الصحراء بيتسموا Bedouins، هم اسمهم ايه Bedouins البدو. They move from place to place with their animals especially camels، يعني هما بيتنقلوا من مكان إلى آخر
بحيواناتهم وخصوصا ايه الجمال. Camels can survive in the desert because they can go for days without water. بمعنى ان الجمال تقدر تنجو تعيش في الصحراء لانهم يقدروا يسافروا لايام بدون مياه. Tourists sometimes visit the Sahara to see the beautiful sand dunes and experience desert life. بمعنى ان السياح حتى احيانا بيزوروا الصحراء عشان يشوفوا الكثبان الرمليه الجميله اللي هناك، وبرضه ايه يجربوا ويستكشفوا ايه الحياه في الصحراء. هنا بقول ايه choose اختار. The Sahara Desert is located in Africa. موجودة فين بالظبط في أفريقيا؟ هتبقى إيه؟ الإجابة طبعا هتبقى North أفريقيا، في شمال إيه؟ أفريقيا. تمام؟ North أفريقيا هي الإجابة صح. تمام؟ اللي بعد كده the underlined word survive means. كلمة survive معناها إيه؟ فأنا عاوز كده إيه؟ كلمة بتساوي كلمة survive مرادفها. هتبقى الإجابة طبعا إيه؟ live يعيش. اللي بعد كده What helps camels survive in the desert؟ ايه اللي بيساعد الجمال انها تنجو وتعيش في الصحراء؟ موجودة فوق في القطعة. They can go for days without water. لانهم بيقدروا يسافروا الايام بدون المياه. اللي بعد كده answer the following questions. هنجاوب الاسئله ديت من خلال القطعة اللي احنا قرأناها. What is the main idea of the passage؟ الباسج دي ايه هي الفكرة الرئيسية بتاعتها؟ بتتكلم عن ايه؟ طبعا هنقول The Sahara Desert الصحراء الكبرى. دي الإجابة الإيه؟ الأولانية. تمام؟ اللي بعد كده Why do tourists visit the Sahara Desert؟ ليه السياح بيزوروا الصحراء الكبرى؟ تمام؟ الإجابة فوق خالص تعتبر في آخر سطر. هنقول See the beautiful sand dunes and experience desert life. الجزئية اللي بعد من كده Who does the underlined word they refer to؟ زي دي ونور زي دوت بيعود على ايه؟ بيعود على مين؟ فوق Bedouins البدو اللي هم الناس اللي بتعيش في الصحراء. تمام؟ السؤال اللي بعده هنا بيقول لي ايه؟ choose the correct answer from A, B, C or D. My sister wants to be. أختي تريد أن تكون when she grows up لما تكبر إن شاء الله. هتبقى بندور على وظيفة معينة. هتبقى الإجابة إيه؟ doctor طبيبة. I always enjoy خدنا قبل من كده فعل لازم يجي بعده الفعل اخره ing او noun. فهنا هندور في اللي اخترت قدامي على فعل اخره ing، كلمه اخرها ing. تبقى الاجابه ايه؟ listening. I enjoy listening to music in my free time. الجزء اللي بعد من كده you help me with my homework. هنا في مصدر فعل، فبالتالي ما ينفعش اختار have لان have بيجي بعدها صفه استثناء للفعل، وبرضه are هيجي بعدها ايه؟ يا صفه يا فعل اخره ing. تمام كده؟ does بتجيش اصلا مع you. does بتيجي مع ضمير مفرد او فاعل مفرد. اللي فاضل كده قدامي كلمه can. تبقى can you help me with my homework؟ هل تستطيع ان تساعدني في عمل الواجب؟ اللي بعد كده there are many. كلمه many معناها ايه؟ كثير من. بيجي بعدها كلمه جمع تعد، اسم جمع يعد. فهندور في كلمات على اسم جمع يعد. اللي قدامي animals. تمام؟ الجزئيه بعد من كده the book الكتاب is نقط the table and the chair. الكتاب نقط the table and the chair. ادام في and هنا ما بين حاجتين باين يعني ايه؟ between. كلمة between بتيجي ما بين مكانين ولازم نجيب بعدها كلمة I have my project. انا لسه ما خلصتش المشروع بتاعي. اتعودنا قبل من كده وخدنا قبل من كده في اخر الجملة المنفية في زمن المضارع التام بتجيب كلمة معينة. كلمة ايه؟ تمام، كلمة yet معناها حتى الآن. بعد كده the opposite of happy عكس كلمة happy. فهندور في كلمات على عكس كلمة ايه؟ happy. سعيد هتبقى عكسها حزين. ايه هنا؟ معناها حزين. تمام، كلمة sad معناها حزين. بعد كده we should ينبغي أن our teeth twice a day. نعمل ايه في أسناننا؟ مرتين في الأسبوع. بالظبط brush our teeth نفرش او نغسل ايه؟ اسناننا. بعد كده where you live مش غيرها اصلا، تبقى where do you live. طبعا does تيجي مع الفعل المفرد مش نافع خالص. is نفس الكلام. are قلنا قبل كده لازم يجي بعدها يا صفه يا فعل اخره ing.
تمام. بعد كده في الاجابه طبعا هتبقى ايه كلمه do. My brother is very good at. التعبير دوت good at bad at great at. تمام كده. ده تعبير لازم يجي بعده noun اسم يعني او فعل اخره ينجي. فهندور على ايه؟ على كلمه اخرها ينجي او اسم. ايه هنا؟ تبقى كلمه playing. تمام. ونهتم جدا بالتعبيرات اللغويه، هتقابلنا ان شاء الله في المنهج بتاعنا ومهمه جدا. في بعد كده complete the sentence with the correct form of the words in brackets. في هنا كلمات ما بين قوسين مطلوب منا احنا ايه نعدلها. تمام. اول جمله معانا she her grandparents last weekend. زمن الجمله هنا ايه ماضي بسيط. ليه ماضي بسيط؟ عشان هنا في كلمه ايه last weekend. في زمن الماضي البسيط بان في حاجه اسمها ايه didn't. الجمله فيها كلمه not، يبقى اذا الجمله هنا منفيه، فاقول didn't. اذا مصدر الفعل اسمه visit هي visit. اللي بعده if it sunny tomorrow we will go to the beach. قاعدة if بتقول ايه بقى؟ ان اول جملة زمن مضارع بسيط ونحت انها فاعل will ومصدر. مضارع بسيط verb to be. مضارع بسيط خدنا قبل كده ان ليه كام شكل، 3 اشكال، اما يكون am او is او are على حسب الضمير اللي عندي. it بيجي بعدها حاجة اسمها ايه؟ تمام. بس نكتب بس كلمة ايه؟ كلمة is. اللي بعد كده he for his exam every evening. بيذاكر الامتحان بتاعه من اجل الامتحان بتاعه كل مساء. دي عادة جملة تعبر عن عادة، شيء روتيني. يبقى زمن الجملة ايه؟ زمن الجملة مضارع بسيط. مع he لازم يجي بعدها الفعل ايه؟ اخره s es is. في كلمة study هعزف حرف الواي وأحط مكانها ايه؟ I es. منتهي بحرف الواي واللي هو حرف ساكن، بعمل ساعتها بحذف حرف الواي وأحط مكانها ايه؟ I es. تبقى كلمة study studies s t u d i e. نكتب كمان مرة s t u d i e. تمام. جزء بعد من كده I have just finished my homework. زمن الجملة دوت مضارع تام. ليه مضارع تام؟ عشان هنا جه بعد الفاعل حاجة اسمها have، وكلمة just من ضمن الكلمات الدالة اللي بتعبر عن زمن المضارع التام. هنا بس المطلوب مني اني هكتب بس هكتب have، بعد have اكتب just finished f i n i s h e d. يعني كل اللي عملته بس ايه؟ زودت اي دي، خليت الفعل بدل هو في مصدر الفعل infinitive خليته في الايه؟ في البي بي الباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث للفعل. تمام. اخر حاجه معانا هنا بيقول لي ايه؟ write a paragraph of 90 words on your school. اكتب باراجراف مكون من 90. حاجه مهمه جدا وكتير مننا ايه بينساها. ايه هي؟ عنوان الباراجراف. لو في ضمير موجه، خطاب موجه ليك انت، فبحاوله ايه؟ ضمير متكلم. بمعنى ايه؟ your school هتبقى ايه؟ هتبقى لما يكتب باراجراف مش هخليها زي ما هي your school، تبقى ايه؟ هتبقى my school مدرستي. عشان كتير جدا بيسيب العنوان هو لا، المفروض ايه؟ المفروض ان احنا ايه؟ نحول الضمائر بضمير مناسب. احنا الضمير هتبقى ايه؟ my school. نصيحة ناخد بالنا منها بس ايه هي؟ لما يكون الموضوع باراجراف بيتكلم عن حاجة شخصية خاصة بيا لوحدي، تمام كده، مش موضوع عام، في الحالة دي مسموح ليا ايه؟ اكتب اسمي مثلا ايه؟ اعرف بنفسي اقول my name is فلان، my name is عمر، my name is سارة، وهكذا. تمام. جزء بعد من كده my school ديت مدرستي. انا بحبش احفظ جمل محددة. الباراجراف بالذات دي يعتبر ايه؟ سؤال ابداعي شوية، بدليل ان اصلا ملوش نموذج اجابة محدد في امتحان الترم، امتحان اخر السنة. بيبقى ايه؟ مطروق كده ايه للطالب، كل واحد وابداعه. اما باقي الاسئله باقي الامتحان بتبقى لها اجابه محدده ما عدا ايه؟ سؤال الباراجراف. تمام كده. احنا ممكن ايه ناخد بالنا من نموذج او اتنين نقراهم على سبيل الاطلاع، بس انت ما تحاولش تحفظ اي باراجراف. احنا ممكن يعني نحفظ تعبير او اتنين، مصطلح او اتنين. تمام كده. بس حاول على قد ما تقدر ايه يكون كل كلمات الباراجراف تكون ايه؟ من دماغك. الابداع يكون ذات نفسه ايه؟ من عندك انت. ما تحاولش تنقل او تحاول تكرر حاجه شفتها قبل من كده في باراجراف معين، فحاول ايه؟ تبقى الجمل هي. تمام. هنا بقول لي مثلا ماي سكول مدرستي، قلنا عشان الموضوع شخصي، او مثلا ايه؟ ماي نيم از عمر، اسمي عمر.
تمام كده. وابدا اتكلم مثلا ايه I walk to school every day. بتمشى للمدرسة كل يوم، باخدها مشي. طب ليه باخدها مشي؟ because it is near to my house. لأنه بقرب من منزلي. ممكن نقول بعد كده I مثلا ايه go with my friends. بروح مع أصحابي للمدرسة، نمشي مثلا شلة مع بعضنا كده للمدرسة. ممكن نقول مثلا ايه نبدأ نوصف في المدرسة بقى، نقول مثلا ايه the school is big. It is in downtown. المدرسة كبيرة جدا وتقع بالظبط في مركز المدينة اللي أنا قاعد فيها. تمام كده. ونبدأ نوصف المدرسة ونقول مثلا ايه it has many classrooms. لديها ايه أكتر من فصل. and laboratory. معمل علوم. مثلا ايه science or مثلا ايه computer laboratory. معمل علوم معمل ايه خاص بالحاسب. The teachers there are very nice and kind. ممكن مثلا المدرسين اللي هناك لطاف جدا وعاطفين جدا على الطلبة. My favorite teacher is مستر أحمد. معلمي المفضل هو ايه مستر الأستاذ مين أحمد. تمام كده. He teaches us English. هو بيدرسنا في المدرسة ايه انجليزي. تمام كده. وهكذا. وابدا مثلا اقول مثلا ايه الانشطه اللي بعملها في المدرسه، وليكن مثلا ايه at break في الوقت الفسحه I have lunch. او مثلا ايه I drink orange juice. بشرب عصير البرتقال. او مثلا ايه باكل ايه اللانش بتاعي الغداء بتاعي. اي حاجه من الحاجات دي. تمام. فيعتبر ايه امثله مصغره انا ممكن اقوله في الباراجراف. طبعا ما اكتبش مثلا قلت بالظبط، لا، عشان كده انا ايه سبته ما كتبتوش. دي كلها تعبيرات، دي كلها جمل توضيحيه استشاريه ممكن استخدمها في باراجراف زي كده.